السلام عليكم لي فان ديال يوميات زليخه، فيديو جديد وروتين جديد. نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. هنايا قررت نشارك معكم لاباط ديال البيتزا، كتجيني فتيه وكتجيني هشيشه. هانتوما بقاو معايا مع لاباط. هنايا كما كتشاهدوا خدي جوج سلايف ديال الطحين، وحده د الفينو، معلقه ديال الخميره ومعلقه كبيره ديال الزبده ونص كاس ديال زيت العود. غادي نجمع هاد المكونات هادو مع بعضياتهم، وما نساوش الزعتر، هو اللي كيعطيها واحد النكهه زوينه. حتى كنساجم الخليط بالنواشف ديالو باقي ناشف، عاد كنبدا نعجن. المهم العجينه عاديه. هنايا صافي عجنتها، ما دلك حتى ما والو، غير شويه خلطت وصافي وحطيتها. هنايا كنقطع الشكل كويرات كبارين على حسب الذوق ديالكم. انا قررت نحتفظ فيهم في كونجيلاتور، يبقاو عندي في كونجيلاتور. فين ما احتاجيت شي وحده كنجبدها. المهم ما شاركت معكم كلشي بالتفاصيل، انما فيديو شرح نفسه. صافي خليتها تبردات. غادي نجمعها في هذا البلاستيك ديالي، يعني انا درتها دابا في البلاستيكه، غادي نحطها دابا في الفريكو، فين ما يحتاجوا شي وحده نجبدوها بمطيشه وسميتها ديال البيتزا، ودرت الكفيته وواحد الفلفله مشويه صفراء صافي وفرماج. غادي نخرجكم نضرب بكم دوره شويه في الجرده. مع صوبنا الجرده وداكشي، خرجنا هاد السربيعات هادو كاينين الداخل مخنوقين تما شي جرده، خرجناهم. هنا كاينين لي سباس، هنا درناهم. هذيك الصغيكرونه كبرات ها هي امها فين. في هنايا كنوري لكم الخطيطات. هنايا غادي نختم لكم هاد لا فيديو، ونتمنى تكون لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتم من لاباط. كتجي صراحه غزاله ونتمنى تجربوها. ايوا هذا ما كان، ونخليكم مع لا فيديو. بسلامه عليكم. كي دايرين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. غادي نشارك معكم الفطور ديالنا. درت اتاي وهنايا شويه ديال الخبز ديال التوست، وهذا ما كان شويه ديال العسل. واخا انا صبحت مريضه يا الخوت، اش غادي نقول لكم، صبحت مهلوكه. دعيو معايا بالشفاء.